فالواقع شاهد بذلك أن الخطر على الناس في المال أكثر مما هو من الدنيا. كان الناس في عافية من كثير من البلاء قبل أن تصل الدنيا. كنا قبل سنوات، قبل 10 سنوات أو 20 سنة، الناس ما كان عندهم خدم في البيوت، ما كان عندهم عسائر السيارات، ولا كان عندهم تلفاز، ولا كان عندهم دش، ولا انترنت. هذه سببها المال. لما في مال ما في. الدول الفقيرة ما عندهم تلفاز، ولا عندهم الدول الفقيرة ما عندهم دش، ولا عندهم انترنت، ولا عندهم خدم، ولا سائر السيارات. الفقير ما عنده شيء، ما يقدر يأتي بمال بخادم، ولا يقدر يأتي بخادمة. انتشر السحر بسبب الخدم والخادم. كم إنسان يأتي يقول أن خادمة سحرت على ولا سبيل الأندلسيات. انتشر السحر، قل أن تذهب الأندلسية لتسحر، ومهما أكرموها تضع سحر، لا بد تضع سحر في إحدى ثياب الأطفال أو في غيرها، ولو أكرموها، ولو أعطيت مرتبها أكثر مما تعطى، ولو لم يقصر، ولو أكرمت، لا بد أن تسحر تضع. وكذلك الخدم الآن، وسائق السيارات، كم حصل من الفساد والشر. كم نسمع من قائد السيارة يذهب بالبنت وحدها إلى السوق وإلى المدرسة. كم نسمع من بعض الناس يقول أنه ولد له ولد يشبه سائق السيارة، ويشبه المزارع، يشبه الطباخ. وكم حصل أيضا من الفساد الخادمات مع أولاد المخدوم. وكم حصل من الشر والفساد. هذا بسبب بسط الدنيا. قبل أن تصل الدنيا الناس في عافية من هالشرور، ما يحتاج إلى خدم يأخذ حوائجهم بأنفسهم، ولا يحتاج إلى سيارة، ولا عنده تلفاز، ولا عنده شر. صار شرور فتن، حتى إن الواحد الآن في الشبكة في الإنترنت، وهو يسمى بالإنترنت الشبكة المعلوماتية، يكون عنده هذا الجهاز في بيته، ويكون جاره عنده نفس الجهاز، ويكلم ابنة جاره ويراها ويحادثها ويرى صورتها، ومغلق عليه بابه في الغرفة، وهو مغلق على نفسه الغرفة. يدور بينهم الحديث ويتكلم ويحادثها ويرى صورتها ووجهها ويوعدها ويأخذه إياه، ولا يدري. الأب نايم وهي في غرفتها، وهذا الأبوين نايم وهو في غرفته، وهو حادثها وكلم. هالشرور الفتن اللي فتحت على الناس بسبب ضغط الدنيا. لو لم تبسط الدنيا ما حصلت الشرور. هذا مستقل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما صار الناس يتنافسون الآن في الأموال والتجارات والسيارات والعمارات والاستراحات، وكل واحد يقلد الآخر، وصار الواحد يجمع المال من حلال وحرام. لابد يكون عنده سيارة صفتها كذا، يكون عنده لابد يكون عنده استراحة مثل فلان، لابد يكون عنده تجارة مثل فلان، وصار يتدين، وصار كذا يفتح مساهمات في تجارات وما عنده شيء بالدين.